ودلوقتي ننتقل للكاميرات الخلفية. الكاميرا الأساسية معانا بتيجي بجودة 48 ميجا بكسل، تدينا الزوم العادي عند 1 اكس وبثلاث أبعاد مختلفة للصورة عند 24 و28 و35، وهي اللي بتعمل 2 اكس زوم بالديجيتال كروب، وده طبعا لأن حجم السنسور كبير ومع المعالج بيدي المرونة لتغيير البعد وعمل الديجيتال كروب كله من نفس السنسور. يعني انت تقدر تاخد صور عند 24 ملم و28 و35. الصور ممتازة جدا عند 24 و28 و35، وكمان ال 2 اكس بالنهار وبالليل بتدينا تدرج وتباين الوان مع معالجة السطوع بشكل ممتاز جدا. البورتريه بيعالج الحواف سواء للاشخاص او الاشياء كويس جدا. نيجي للكاميرا التانية معانا وهي كاميرا الالترا وايد، دي بتدينا زوم عند 0.5 ودي الزاوية الواسعة، وكمان بتشتغل ماكرو كاميرا خرافية وبجودة مذهلة وتفاصيل التفاصيل بتبان معاك، وبتشتغل بشكل تلقائي اول ما بتقرب من الحاجة اللي عايز تصورها. صور واضحة، معالجة الصور والالوان قريبة بشكل كبير من الكاميرا الاساسية سواء الالترا وايد او الماكرو. تالت كاميرا معانا ودي اللي شافت اكبر تحديث السنه دي، وهي كاميرا الزوم اللي حصلت على تحديث وهو السنسور ال 48 ميجا بكسل زي باقي الكاميرات، وبكده بقى عندنا السيستم كله 48 ميجا بكسل. السنه دي كاميرا الزوم خرافيه، وبرغم ان الاعدادات ليها بتديك 4 اكس زوم مش 5 اكس زي ال 15 وال 16 برو ماكس من السنه اللي فاتت، هنا 4 اكس زوم بس هنا ال 4 اكس زوم كلهم عدسه، يعني ده اللي طالع من السنسور نفسه وطالع من اللينس نفسها بتاعه الموبايل، مش طالع من ديجيتال كروب زي ال 15 وال 16 برو. فمعنى كده ان بقى معاك 4 اكس زوم من العدسه نفسها اللي هي البريسكوب، ولسه معاك الديجيتال كروب بتاعها اللي هو 8 اكس. فانت كده بقى معاك يعني يعتبر انت بتصور بنفس العدسه مرتين، واحده عند 4 اكس واحده عند 8 اكس. دي الميزه اللي ضافوها السنه. هنا الكاميرات كلها مرتبطه بنفس البورد، وتقدر تقول كلها كده ان هي سيستم واحد، تقدر تكلم نفسها بنفس اللغه وتظبط الصور قبل ما تروح حتى للبروسيسور، وده بيدينا اداء افضل ومعالجه صور افضل واسرع بكتير. أداء كاميرات الآيفون كنظام متكامل هو الأفضل حاليا من حيث جودة الصور سواء في النهار أو بالليل، داخلية أو خارجية، وحتى كمان الفيديو. خلينا نتفق إن كاميرا الآيفون في الفيديو تعتبر من أفضل الكاميرات إن لم تكن الأفضل. ممكن يكون في بعض الهواتف أفضل رقميا من الآيفون، لكن أنا هنا بتكلم عن الفيديو العادي جدا اللي أي شخص هيطلع الموبايل ويصور فيديو هيديله أفضل معالجة للإضاءة والسطوع والألوان بشكل تلقائي، هيقدر يطلع أحسن صورة. وكمان في شوية فيتشر اتضافت للناس البرو زي ابل برو ريز او لوك 2، بس دي قصة تانية وليها تفاصيل تانية يعني خالص مش مكانها في الفيديو.